وسيد البطل قال يا رسول الله مرنا فلنضرب عنقه، عطنا بس إذن. القضية مو فوضى، أنا أقول لكم للجميع مو فوضى، لازم ولي أمر، لازم في حاكم، لازم في سلطة هي اللي تأمر، لكن حدهم شنو؟ قال فلنضرب عنقه. ما يعيش في الأرض رجل يسب زوجة رسول الله، ومو أي زوجة بعد، أحب زوجاته إلي. شوف الآية اللي راح يقرأها اليوم الشيخ، الله جعل سب عائشة كأنه سب الله. شلون؟ لأن اللي سب عائشة وجعلها خبيثة، الخبيثات لمن؟ للخبيثين. وإذا كان النبي طيبا الله ما يزوج إلا طيبة، كيف الله يزوج امرأة وتظل طول عمره معه ويموت عندها وهي خبيثة؟ شلون؟ ما يصير. إذا طعنتم في رسول الله، وإذا طعنتم في رسول الله طعنتم في الله جل وعلا. الله يقول في القرآن ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الله أكبر. سبح الله إذا طعن بعائشة، لأن الطعن بعائشة طعن بالنبي، والطعن بالنبي طعن بالله. سبحانك هذا بهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم. والله صعبة 1500 مليون مسلم يسمعون سب أم المؤمنين أمهم جميعا، ولا يستطيعون إسكات هذا الصوت. أنا نصيحة، يجب أن الأمر يتصاعد ما ينزل، يجب أن يكبر حتى يؤخذ بحق زوجة رسول الله، ويحاسب كل من سهل خروج هذا الزنديق من بيننا ووصوله إلى لندن. يجب أن يحاسب المسؤول، من الذي سمح له؟ من الذي أخرجه معززا مكرما من سجنه وقصل التذكرة قال تفضل ومع السلامة؟ من؟ والله لو 100 دينار عليك ما يطلعونك، والله لو عليك 100 دينار قعدونك 20 سنة تقعد لين تدفع 100 دينار. طيب يسب أم المؤمنين وصحابة رسول الله وديننا وعرض المسلم وعرض رسول الله، مو عرضي، والله لو عرضنا يهون الأمر، لكن عرض النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما صار الخلاف بين الصحابة نزل النبي إلى وعائشة توها درت، بعد شهر درت أن الناس يتكلمون فيها، ما تدري مسكينة من طهارتها ما تدري شو السالفة، راحت بيت أمها جالسة تبكي. دخل النبي إليها، ومنو عندها؟ أمها وأبوها، أبو بكر وأم عائشة جالسين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، يعني ما عنده علم، ما عنده خبر، ما عنده وحي، وإن لم تكوني فإن الله سيبرئك. أنت بين أمرين، إذا بريئة الله يبرئك، وإذا فعلت ذنب استغفر الله. شنو عندي يسوي بعد؟ تقول عائشة فتوقف دمعي من شدة الحزن والهم، كانت تبكي لما سمعت هذه الكلمة، تقول توقف دمعي. ثم قالت والله لا أقول، نست اسم يعقوب، والله لا أقول إلا كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ما أبي إلا رب العالمين أنا بس. تقول لأبيها يا أبتي أجب رسول الله. يقول أبو بكر لا أدري ما أقول يا بني. يا أمي أجيبي رسول الله. وتقول الأم لا أدري ما أقول يا بني. تقول فعلى النبي الرحضاء، العرق الذي كان ينزل عليه لما ينزل الوحي يتحدر منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ. يقول فغطي بثوب نزل الوحي. تقول علمت أن الله سيبرئني. فلما انفرج وسري عن النبي ابتسم وقال أبشر يا عائشة أبشر يا عائشة فإن الله قد أنزل براءتك. إن الذين جاءوا بالإفك، الكذب الكبير، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، عشان الله يميز الصفوف، بل هو خير لكم لكل امرئ
منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم. هارب وقاعد هناك ويسب ويلعن، هذا الذي تولى كبره في إفك الزمان هذا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آيات تنزل في براءة عائشة. بعدها عائشة قالت لعائشة: يا عائشة قومي احمدي رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله. من اللي برأني؟ رب العالمين. الحمد والشكر لله وحده. تقول عائشة المتواضعة، تقول: والله ما كنت أعلم أن الله بيبرئني، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. تقول لي ما يقرون قرآن؟ أقول لك ايش دعوة يؤمنون بالقرآن أصلا؟ هم ما يؤمنون حتى بالقرآن الذي نقرأه. هم يرون هذا القرآن مو صحيح، سيخرج قرآن آخر. تقول لي ما يؤمنون بالقرآن؟ يقولوا سيخرج الآن من يزعمون أنه سيخرج فيخرج أبا بكر وعمر وعائشة من قبورهم فيحرقهم ويجلدهم. ايش الحقد هذا؟ حقد على من؟ على من أوصل لنا الدين؟ حقد على من؟ على من حفظ لنا هذا الدين؟ حقد على أصحاب رسول الله. ليش؟ لو سألت اليهود من خير الناس بعد موسى لقالوا لك أصحاب موسى. لو سألت النصارى من خير الناس بعد عيسى لقالوا لك أصحاب عيسى. ولو سألتهم من شر الناس بعد محمد لقالوا لك أصحاب محمد. حتى أصحاب الديانات خير منهم مع أنبيائهم. أنا ما أعمم، صح، بل الحمد لله حتى طوائف المسلمين كلها أغلبها لا تؤمن بهذا الكلام، لأن من يقول أصلا ليس بمسلم ولا ينتمي لطائفة ولا ينتمي لدين الإسلامي أصلا. هؤلاء ناس زنادقة لا يؤمنون بدين ولا بقرآن ولا بنبي ولا بعرض نبي ولا بأخلاق ولا. تخيل عائشة من حب النبي لها تقول رضي الله عنها: كنت إذا شربت من الإناء، بك تتخيل بس، إذا شربت من الإناء وأنا حائض، تقول يبحث النبي يدور موضع فمها ليشرب من مكانها. يا الله، شو الحب هذا. جاءت مرة أم سلمة إحدى زوجاته قالت له: يا رسول الله، تكلم بعائشة. بدأت الغيرة طبيعي من حب النبي، لكنه كان عادل. تكلم في عائشة. قال: أو تكلميني في عائشة؟ يعني ما لقيت غير عائشة؟ وما أنزل الله علي وحيا في لحاف امرأة غيرها. ما في وحي نزل علي وأنا بلحاف وزوجتي معي إلا بعائشة. لكرامة عائشة رضي الله عنها يسابقها النبي وتسابقه، يحملها على كتفه لترى أهل الحبشة يلعبون. أخي، إنها أمك، إنها أم المؤمنين. الله يقول بعد حادثة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أبدا، طول العمر. ما حد يتعرض لعائشة. شنو قال بعدين؟ إن كنتم مؤمنين. حط تحت خطوطها: إن كنتم مؤمنين. لو كانوا مؤمنين فإن الكلام في عائشة لا يصح. أعتذر للإطالة لكن الموضوع يستحق. هذه أمنا وهذه أم المؤمنين. الشيخ سيقرأ سورة النور، بدايتها عامة، لكن ستبدأ آيات الدفاع عن عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هنا يبدأ الدفاع وآيات براءة عائشة إلى قيام الساعة. ولا نحتاج إلى قول قائل أو دليل مدلل، فالقرآن يثبت براءتها. وكل من طعن بعائشة بإذن الله ندعو الشيخ على الأقل يعمم الدعاء على هؤلاء الذين سبوا وتكلموا بعرض رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وبإذن الله سوف ترون إن شاء الله بعد رمضان مواقف مشرفة لعلمائنا، لدعاتنا، لشيوخنا، لأفاضلنا، لسياسيين، لأن الأمر لن ينتهي بكلمة. هذا عرض رسول الله لن يتنازل عنه أحد، ولا يجرؤ أحد أن يقول انتهى الأمر. ما ينتهي الأمر إلا يؤخذ الحق لعرض رسول الله. وبإذن الله عز وجل يثلج الله صدورنا وتقر أعيننا بعقوبة تنزل على أولئك المرتدين الزنادقة. أسأل الله في هذه الليلة الشريفة أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يأخذ بحق رسول الله منهم، وأن ينزل عليهم عقوبة يستحقونها في هذه الدنيا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.